السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده كده روتين في المطبخ، هنحضر مع بعض الغدا وهنعمل كمان الحلو أو العشا. أفكار سهلة وبسيطة ممكن تستفيدي منها وتجربيها إن شاء الله. بس تابع معايا الفيديو للآخر وما تنسيش لايك للفيديو. وأول حاجة بدأت بيها كده الغدا طبعا. هنبدأ بقى نحضر الغدا. كنت جايبة كده كمية من السمك دي كده حوالي كيلو بالظبط من السمك الموزة. زي ما احنا شايفين كده أخدته الأول وبدأت أغسله كده في الحوض تحت المية. والأول أول ما جبته يعني ضفت عليه كده شوية من الملح والليمون، وبعدين بقى بدأت أغسله بالشكل ده لحد ما بالاقي المَيّة بتاعته كده بتكون بيضة ونضيفة. خلاص بقى كده في الوقت ده باحطه كده في مصفى. أنا مش هانضف بطنه ولا حاجة، هو يعني سمك كده صغير، وحطيته بقى كده في المصفى يصفي بقى كل المَيّة اللي فيه. وفي نفس الوقت كده بدأت بقى أغسل أي حاجة بتطلع معايا، يعني زي ما قُلنا كتير كده أول بأول كده نخلّص كل حاجة في المطبخ هنلاقي الدنيا معانا نضيفة، ومش هيتراكم علينا حاجات كتير. غسلت كمان الحوض، وبعدين بقى هنيجي نتبّل السمك تتبيلة بسيطة جدًا. جِبت كده طبق وهاحط فيه معلقة كبيرة من التوم، وهاعصر عليه ليمونة حوالي كده ليمونة كبيرة، وهاضيف كمان معلقة كبيرة من الخل. ضِفت كمان ملح وكمون وكزبرة ناشفة. هي دي بس كده التتبيلة اللي بنستخدمها. ممكن كمان تضيفي فلفل أخضر أو فلفل أحمر، وده لو حاباه يكون حراق معاكِ شوية. وهاضيف بقى التتبيلة على السمك كده كلها مرة واحدة زي ما إحنا شايفين كده، وباحاول كده أشرّب كل السمك من التتبيلة. وطبعًا أحسن حاجة بقى نسيب التتبيلة دي كده شوية، أقل حاجة كده حوالي ساعة. يعني أول حاجة بنبدأ بيها كده في الأكل عشان يلحق يتبّل معانا السمك. وفي الوقت ده بقى هاجهّز الرز. جِبت حلة على النار وضِفت فيها شوية من الزيت، ولمّا سِخن معانا نزلت عليه ببصلاية كبيرة مفرومة، وفضلت أشوّح فيها أو أقلّب فيها كده لحد ما تاخد معانا لون. رز طبعًا السمك لازم البصلة تحمَر معانا جامد أو تاخد معانا لون كتير. وأول ما تاخد اللون ده معانا زي ما إحنا شايفين كده، بابدأ أنزل عليها بالرز، وهانزل كمان عليهم بالتوابل. ضِفت شوية صغيّرين من الفلفل الأسود، وطبعًا الملح، ومعلقة كده صغيّرة أو نُص معلقة صغيّرة من البابريكا، ونُص معلقة صغيّرة من الكركم، بيدّي لون حلو أوي للرز. طبعًا بقى باشوّح الرز كده شوية حلوين، وبعدين بانزل عليه بالمَيّة. طبعًا المَيّة بتكون قد الرز بالضبط، وطبعًا الرز بيكون على نار عالية لحد ما يتشرّب المَيّة بتاعته. وفي الآخر كده بنهدّي عليه النار ونسيبه بقى يكمّل سِوَى. وفي الوقت ده بقى هاجهّز كده سلطة هنقدّمها طبعًا جنب الأكل. أي نوع بقى خضار عندِك بتضيفيه في السلطة. أنا هنا كان المتوفّر معايا كان طماطم وخيار وجرجير، وهاقطّع بقى كده الخيار والطماطم لقطع كده صغيّرة. وفي الآخر بقى هنضيف لها التوابل. ضِفت لها كده شوية صغيّرين من الملح، وشوية صغيّرين من الفلفل الأسود، وضِفت كمان كمون، وضِفت كمان عصرة نُص ليمونة، وكمان ضِفت في الآخر شوية بصل كده مفرومين كانوا متبقيين معايا من البصل بتاع الرز، ضِفتهم كده للسلطة. قلّبتها طبعًا وضِفت لها كمان شوية زيت وسِبتها بقى كده على جنب. وجِبت بقى الدقيق وهابدأ بقى أعمل كده السمك زي ما إحنا شايفين. استخدمت هنا حوالي كوباية بس من الدقيق، ولمّا باحتاج طبعًا بقى بنزوّد. والشوية اللي هابدأ كده أحمّرهم أو أقليهم هو بس كده اللي باحط عليه دقيق، وبانفّض كده السمك من أي دقيق عليه زي ما إحنا شايفين كده. وبعدين بقى بنجيب طاسة على النار حطيت فيها بقى كده شوية زيت. طبعًا بقى مش بنكتّر زيت السمك عشان طبعًا الزيت ده بيترمي، فبنحط كده شوية على قد كده كمية السمك اللي عندنا. وطبعًا بقى لمّا الزيت بيسخن بنحط بقى السمك زي ما إحنا شايفين كده، ومش بنقلّبه طبعًا إلا لمّا ياخد كده لون من تحت أو يمسك كده من تحت شوية. في الوقت ده بقى بنقلبه على الوش التاني ياخد معانا كمان لون. وطبعًا السمك زي ما إحنا عارفين مش بياخد وقت في السِوَى، كمان السمك ده كمان صغير يعني هيستوي بسرعة. وفي نفس الوقت كمان كان خلاص الرز زي ما إحنا شايفين كده ما شاء الله استوى معانا. باقلّبه كده وخلاص الأكل كده بيكون جاهز معانا، وما أخدش وقت معانا ما شاء الله، عشان طبعًا اشتغلنا في كذا حاجة مرّة واحدة. يعني تبّلنا السمك وفي نفس الوقت عملنا الرز، وكان وقت الرز وهو بيستوي كمان حضّرنا السلطة. يعني عملنا كلّه كده في وقت واحد، وقدّمت الأكل زي ما إحنا شايفين بالشكل ده. طبعًا ما شاء الله تحفة جدًا. السمك بجد طعمه كان حلو أوي،
والرز ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده لونه حلو قوي، وكمان بجد طعمه تحفة. وده كده الأكل معانا أو غدانا للنهاردة، أكلة كده بسيطة وسريعة وسهلة ما شاء الله. وندخل بقى على الحلو أو العشاء، أو كده حاجة تنفع للانش بوكس للولاد في المدرسة. بجد تحفة جدا. جبت كيلو من الدقيق وضفت له رشة من الملح، وهضيف عليه كيسين من الخميرة. ضفت كمان كيس من البيكنج باودر، وهضيف نص كوباية من السكر. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا، وبعدين هضيف كوباية من الزيت. هقلب بقى كده كل المكونات دي كده مع بعض بإيدي لحد كده ما الدقيق يتشرب كويس جدا من الزيت. زي ما احنا شايفين كده خطوة مهمة جدا طبعا، ان احنا نشرب كده الدقيق كويس جدا من الزيت. وبعدين بقى هنبدأ نعجن باللبن او الحليب، او ممكن كمان تعجني بالمية لو حابة. استخدمت الاول كده كوباية، وبعدين هضيف كوباية تانية، بس بنضيفها طبعا بالتدريج لحد ما نلاقي العجينة تكون معانا بالشكل ده. بتكون كده متماسكة وبس بتكون كمان طرية، وبناخد كده قطعة صغيرة وبنختبر بيها العجينة. لو لقيناها بتشقق بتبقى محتاجة للعجن أو محتاجة كمان لشوية من اللبن، يعني بنظبطها كده. وكمية اللبن طبعا حسب بقى ما بياخد معانا الدقيق أو العجن. سبتها بقى تخمر كده لمدة ساعة، وده كده شكلها بعد طبعا ما خمرت معانا. وطبعا بنكون مغطيينها الأول. واخدت بقى العجينة وبدأت اقرصها لكور كده صغيرة او اقراص كده صغيرة زي ما احنا شايفين. بغطي بقى الجزء اللي انا مش هستعمله دلوقتي عشان طبعا الوش ما ينشفش معانا. وبعدين بقى هجيب كده الكور اللي هبدأ بقى احشيها كده بالشوكولاتة. انا هنا هحشيها بالشوكولاتة او النوتيلا، يعني زي ما تحبي بقى. ممكن كمان تحشيها جبن. وحطيت كده في كل قرص او في كل كورة معلقة كده صغيرة من النوتيلا او من الشوكولاتة. بقفلها كده كويس زي ما احنا شايفين، وبنضغط عليها كويس كده من تحت عشان طبعا ما تفكش معانا في الفرن. وبعدين برصها كده في الصواني زي ما احنا شايفين. هخلي كده جزء في الصينية يكون كده مش هبططه ولا اي حاجة، يكون كده زي الكور او زي العيش الكايزر. والشوية التانيين كده بططتهم شوية صغيرين. واخر حاجة طبعا بسيبها بقى تخمر كمان مرة. وفي الاخر بحط كده على وشها شوية صغيرين من اللبن، وهحط شوية من السمسم او حبة البركة زي ما تحبي. اهم حاجة ان احنا بنسيبها تخمر مرة تانية لحد ما يتضاعف حجمها زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بندخلها الفرن يكون سخن على درجة حرارة 200. لما بتاخد كده لون معانا من تحت بنبدأ نشغل عليها الشواية. وطبعا اول ما بتطلع من الفرن بنغطيها كده بفوطة مطبخ عشان طبعا تكون معانا طرية. وده كده شكل القرص معانا او الفطاير. بجد تحفة جدا، طرية كده وقطنية من جوه، وطعمها بجد تحفة جدا. ومقاديرها سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة جدا زي ما شفنا كده. وبجد نتيجتها هتطلع تحفة جدا وهتنجح معاكي من أول مرة لو جربتيها إن شاء الله. والحشوات زي ما قلنا ممكن تغيريها، ممكن تخليها جبن أو لانشون أو شوكولاتة أو مربى زي ما تحبي. والفطاير دي بجد تحفة جدا، تنفع كتير قوي للانش بوكس للمدرسة أو الفطار طبعا أو العشاء، أو كمان لسحور رمضان إن شاء الله. وطبعا ممكن تحتفظي بيها بقى في الفريزر في أكياس كده وتطلعيها وقت الاستخدام، أو كمان ممكن تحتفظي بيها كده في علب برضو وتشيليها في الفريزر. الأفكار كتير، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وتجربوا ولو وصفة واحدة منهم وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بلايك للفيديو لو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله ووصفات جديدة. وأسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.